ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الكليه ابتدت بقالها يومين 3، الناس ابتدت تروح الكليه وبقينا بنشوف حاجات غريبه، فانا قلت الحق اعمل لكم الفيديو ده واقول لكم الحاجات اللي تحطيها في بالك وانت رايحه الجامعه وما تعمليهاش. وفي النص التاني من الفيديو هعمل لكم ميك اب توتوريال للوك ده اللي هو ميك اب خفيف جدا، يعني هو مش جدا يعني بس يعني خفيف للجامعه عشان ما يبقاش شكلك اوفر ان انت حاطه بقى فول ميك اب وحاطه ورسمه والجو ده. طيب اول حاجه بالنسبه للحاجات اللي بلاش تعمليها وانت رايحه الجامعه، اول حاجه بلاش تلبسي حاجات بتلمع. لا طبعا ما تلبسيش حاجات بتلمع ولا ستان. الميك اب الاوفر لا طبعا ما تحطيش ميك اب اوفر، حطي على قد ما تقدري ميك اب الخفيف اللي هو بيخفي عيوب الوش اللي عندك بس مش اكتر. الهاي هيلز هي حلوه، انا معاكي ان هي اليجنت وبتدي للبنت ان هي يعني شكلها حلو وكل حاجه، بس الهيلز بتبقى لاماكن معينه لاوقات معينه، خارجه مع اصحابك بالليل، معزومه في مكان او كده. لكن الصبح في الشغل اوكي اتس فاين، انت شغاله في بنك طبعا، لكن الصبح في الجامعه صدقيني هتبقي ويرد، هتبقي البنات هيبص عارفه انت يعني بنات كده هتلاقي جروب بنات ملوش اي ستيل لازمه في الحياه قاعد في الجنب ويبص عليكي ايه ده بصي لابسه ايه يعني. لا طبعا فالهيلز غير كده بعيدا عن الطريقه، الهيلز هي اصلا متعبه بالذات لو انت ما عندكيش عربيه تروحي بيها الكليه، فانك انت تروحي المواصلات بيها وترجعي بيها صدقيني مأساة بجد. دي معظم الحاجات اللي بليز ما تعمليهاش. بالنسبه للريليشنز والتعامل مع الناس، اول اسبوع في الجامعه هو ده اهم اسبوع في حياتك بجد يعني. هو ده اهم اسبوع لازم تعرفي فيه على الناس، وحاولي قد ما تقدري تعرفي كل الناس، يعني الشله الكبيره بالذات. ما اوعي تفكري انك تدوري على صاحبه تبقى معاكي في الكليه عشان هي دي اللي هتكمل معاكي، صدقيني هتسيبك، هتتخانقوا على اي حاجه تافهه وهتسيبك، وهينتهي بيكي الامر ان انت قاعده بنت نيرد قاعده في الجنب ومحدش بيكلمها ومش سوشيال. لا طبعا حاولي قد ما تقدري تعرفي على الجروبس الكبيره، لانه هو اول اسبوع ده بيبقى كل الناس عايز تعرف على كل الناس، بعدها بيبقى صعب يعني انك تفرضي نفسك على حد او تحاولي تتعرفي على حد. بعد ما تمشي البنات هيقولوا هي بتحاول تفرض نفسها علينا ليه؟ عشان شايفه ان شلتنا مش عارف ايه، عارفين البنات دول. فبالتالي لا يعني اول اسبوع ده تعرفي على كل الناس، later on هيبقى باين المنتاليتيز بتاعتهم عامله ازاي، فهتقدري تقرري الشله دي المنتاليتي بتاعتهم حلوه انا هبقى معاهم او كده. اول حاجه في الميك اب بتاعك اللي هتستخدميه ما تحطيش فاونديشن خالص، لانه انت معظم الوقت هيبقى الجو حر ومعظم الوقت هتعرقي ومعظم الوقت هتبقي مش مستحمله انك تحطي يعني هتبقي مش مستحمله ان يبقى موجود فيه فاونديشن على وشك. فانت لو وشك ما فيش فيه مشاكل وحبوب بسيطه او كده استخدمي سي سي كريم. السي سي كريم وظيفته حاجتين، اول حاجه ان هو بيعمل لك كلر كوريكشن لوشك يعني عشان لو في بقع خفيفه او كده، وفي نفس الوقت هو الاس بي اف بتاعه بيبقى عالي، فبالتالي انت مش بتبقي معظم الوقت بتبقي قاعده في السكاشن، انت في اوقات كتير قوي بتبقي في الجامعه نفسها تحت الشمس، بتتعرفي على ناس جديده، بتتكلمي مع اصحابك. كريم السي سي كريم اللي انا بستخدمه اسمه لانكوم سي سي كريم، معامل الحمايه بتاعه اس بي اف بتاعه تقريبا 50. بعد السي سي كريم بتحطيه بتحطي وينجد لاينر، او مش لازم وينجد لاينر، ممكن اي لاينر عادي. طريقه الوينجد لاينر لو بصيتي على الوول على الصفحه عندي من 3 ايام هتلاقيني منزله الطريقه بالتفصيل عشان مش عايزه الفيديو يبقى طويل. بالنسبه للاي شادوز اللي انت بتحطيها ما تحطيش اي شادوز، لانه احنا بيبقى معظمنا صاحيين الصبح مش شايفين قدامنا. الخطوه اللي بعدها الكونسيلر مهم جدا جدا جدا. انت ممكن ما تحطيش سي سي كريم، ممكن ما تحطيش حاجات كتير، بس الكونسيلر مهم جدا لان معظمنا بيبقى عندنا هالات سوداء. الكونسيلر اللي انا هستخدمه معاك برو لونج واي كونسيلر، الدرجه بتاعتي ان سي 35. انا يعني مش لازم تحطيه بفرش على فكره، مش كل الناس في الجامعه عندها طقم فرش، فانت ممكن تحطيه بايدك عادي. هوريكم الطريقه. بعد ما عملنا بالبيوتي بلندر عايزين بقى نثبت كل الكريمات اللي احنا حطيناها وكده بالباودر. انا بستخدم البن ناي بنانا باودر، انا يعني بحبها ومستريحه معاها جدا، وبالذات هي انا قلت لكم قبل كده ان هي لايقه مع الناس اللي بشرتهم خمري.
اوكي، نيجي الخطوه بعد كده اللي هي رسم الحواجب. هوريكم انا برسم حواجبي. يعني السر في رسم الحواجب الناجح حاجتين، تمام؟ ان انت يبقى عندك فرشه كده. انا بستخدم اللي هو الاي شادو اللي هو العادي. بتعملي على اول الخط الشعري بتاعك، بترسمي خط وتحاولي بقى تملي الحواجب بتاعتك من جوه. اهم حاجه منبت الحواجب من قدام، ما نعملوش غامق. ودي شكلها بعد ما رسمت الحواجب زي ما انتم شايفين. يعني اعتقد ان هي تبقى باينه يعني من الحواجب بتاعتي العاديه، في فرق طبعا. تمام، انت ممكن كده خلصنا الحواجب. الخطوه الثانيه البلاشر. عايزين نحط بلاشر. في برضه بقى في قبل البلاشر الكونتور. لو حطيتي كونتور حطي كونتور اللي هو الباودر مش الكريمي. الكريمي بياخد وقت كتير عقبال ما تعملي له بلندنج. فالمهم لو انت عايزه تعملي كونتور في الجامعه، هي يعني انا بعملها تريكايه بسيطه جدا وسهله قوي. ويعني انا كنت زمان ما كنتش بعرف احط كونتورنج، بس انا يعني كانت ميك اب ارتست واحده صاحبتي كانت قالت لي على الفكره دي، فانا عجبتني جدا وبقيت بعملها على طول، فبقيت بتظبط معايا على طول. هاتي اي كونتور عندك. انا مش هجيب لكم كونتور فيس ليتل بوك لان هو مش كل الناس عندها، بس ممكن نيكد فلاش ده ممكن ناس كتير تقدر تجيبه. هو على فكره رخيص، انا كنت جايباه ب 200 جنيه او ب 150 جنيه مش فاكره حاجه كده. لان هو بيبقى عليه سيل اوقات كتير قوي بينزلوا عليه سيل فبجيبه. مش هتعملي كده وهتمشي في الحته دي بس. البلاشر بتحطيه في التشيك بونز اللي هي الحته دي والحته دي كده. اوكي ايه تاني؟ هايلايتر؟ لا ما تحطيش هايلايتر بجد، لا ما تحطيش هايلايتر. لو حطيتي هايلايتر انا يعني مش هسامحك. لا هايلايتر الصبح صعب جدا طبعا، ما تحطيش هايلايتر. طيب الرموش انا كنت قلت لكم طريقه ازاي نعملها، نخلي رموشنا كانها مركبين رموش. طريقه بالتفصيل هتلاقوها برضه على الوول عندي. اخر حاجه اللي هي الليبستيك. قبل ما تحطي ليبستيك بتحطي اي زبده كاكاو عندك، مش ضروري اي او اس، انا هستخدم اي او اس. طيب بالنسبه للليبستيك، الليبستيك بلاش تحطي الوانات الاحمر والنبيتي والالوان اللي هي لافته قوي. حطي الوان الروزي، الوان اللي هي البينك الخفيف، اللي هي الوانات اللي يبقى شكلك فيها حاطه ليبستيك وفي نفس الوقت مش حاطه بقى وباين انك حاطه بقى والجو ده. انا في التوتوريال ده هستخدم ليب لاينر عادي من بي اتش، الووتر بروف ليب لاينر. هحطه كأنه هو اصلا ليبستيك كله، يعني هلون بيه بقي كله. اوكي، وده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الميك اب. ميك اب خفيف مش باين بقى ان انت حاطه تو ماتش حاجات فوق بعض. حطي في بالك حاجه واحده بس، ان انت لما تمشي خليكي واثقه في نفسك جدا. وحطي حاجه تانية في دماغك، انه اللي مش بيهتم بنفسه محدش بيهتم بيه، فاهتمي بنفسك كويس جدا وربنا يوفقكم. وهستناكم كل يوم، او يعني الايام دي بقيت بعمل فيديو كل يوم بالليل، فمش معنى انتوا بقيتوا بتروحوا الجامعه ان انتوا ترجعوا تناموا، لا يعني اعملوا اللي وراكم وبالليل قبل ما تناموا اتفرجوا على الفيديوهات الجديده اللي بقيت بنزلها كل يوم. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.